السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم بفيديو جديد، وفيديو النهاردة مهم جدا. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الاسهالات، والنهاردة طبعا اليوم الثالث على التوالي. ما تنساش حضرتك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تخبطنا بلايك. النهاردة يا جماعة، طبعا احنا بنقولنا ان النهاردة اليوم الثالث، واليوم الثالث طبعا بيبتدي نمو البط بشكل اكبر. زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله البط فيه حيوية، وابتدي ينمو معاك من تالت يوم. النهاردة هنتجنب مع بعض ان شاء الله الاسهالات اللي بتيجي للبط وبتيجي للطيور عموما. اهم حاجة يا جماعة في الكلام ده هو ان احنا نظبط السقايات. طبعا دي تتغير باستمرار، تنضف باستمرار، تتغسل باستمرار. نفس الكلام يا جماعة، العلافات تنضف باستمرار. زي ما حضراتكم شايفين العلافات بالشكل دوت، العلافات نظيفة، ومش العلف بتاعها مش مبلول، علف جاف، بحيث ان البط ما ياكلش منه ويجيله عفونة ويعمل اسهالات. زي ما حضراتكم شايفين برضو يا جماعة الأرضية والنشارة اللي لسه مفرودة حالا. طبعا النشارة لو حضرتك ما فردتش وسبت البلل والدنيا، هتلاقي الدنيا عكت معاك، والبط يبتدي يجيله أذى. واحنا بعيد عن المشاكل دي كلها، فاحنا نتجنب كل المشاكل دي كلها، بحيث ان احنا نرش النشارة باستمرار، ننظف العلافات والسقايات باستمرار، ونطهر مكانهم باستمرار. نحاول ان احنا باستمرار كده العلافات والسقايات دي كل يوم كده نغسلها ونظبطها ونقدمها للبط تاني، نحط لهم فيها العلاف والمية بتاعتنا بالأدوية أو بالأعشاب. وهنعمل مع بعض إن شاء الله برنامج أدوية وأعشاب للبط. أنا عامة عشان يعني أنا ما أكذبش عليك، لأن أنا بربي وعارف التربية، فأنا مش بحط أدوية وبحطش أعشاب، بس أنا عارف شغل البرنامج بتاعها، بشتغل بالوقاية أحسن من الدواء، وأحسن من الأعشاب، أحسن ما أكلف نفسي. يعني أنا أغسل وأنظف وأظبط مكاني، بحيث إن أنا مصرفش تكاليف في أدوية وفي أعشاب وفي غيره، وفي الآخر ألاقي التكلفة عليت عليا، جاي يبيع لي الزبون يبقى التكلفة عالية. لا، نبقى احنا نخفض التكلفة بأقل قدر ممكن. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، الباب دوت ما ينفعش يتقفل 24 ساعة. أنا ما عنديش شبابيك هنا في المكان، ما ينفعش أقفل الباب ده على طول، بحيث ان هو يبقى فيه تهوية. طبعا في كله في الاعمار الصغيرة بيبتدي يقفل على البط او يقفل على الطيور بتاعته، بكل حاجة بتفضل متقفلة، شباك، باب، مفيش هواء للبط، وده بيعمل مشاكل في التنفس، وبيعمل مشاكل برضو في الاسهالات، بيبقى سبب من ضمن الاسباب. ناخد بالنا من كل الحاجات الصغيرة دهيا. هتلاقي ان شاء الله البط عندنا بقى كويس، ولو بتربي فراخ برضه تبقى كويسة. ناخد برضه بالنا من الكلام ده كله. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لتاني مرة بقول لكم، وتدونا لايك كده. وان شاء الله نتقابل بفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.